السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله. اليوم إن شاء الله راح أوريكم طريقة تثبيت ويندوز 8. طبعا ويندوز جديد تو نازل، فما نزل النسخة ال- الهوم ولا زي كذا. النسخة اللي نازل الحين هي النسخة آه، المطورين يسمونها. طيب بسم الله نبدأ. أنا اخترت إني أصلح على الفيرتشوال باكس عشان سهولة تصويره، فراح نبدأ من هنا. أوكي. طبعا راح أحط الروابط في تحت، راح تلقونها عشان تدخلون تنزلونها من موقع ويندوز. طبعا هي نسخ مجانية. إذا نزل بينزل لك على شكل يسمونه ديسك ايمج أو اي او اس. تصلح له طبعا على الدي في دي، بعدين تركبه على كمبيوترك عشان تنزله، او تصلح الطريقة اللي انا صلحتها على الفيجوال باكس اذا كنت ما تبغى تركبه على جهازك الويندوز. فهذه الطريقة. طبعا بعد ما تدخل السي دي راح تفتح لك الصفحة هذه، راح يقول لك ويندوز اختار. طبعا للأسف ما نزلت إلا النسخة الإنجليزية، فراح نروح مع النسخة الإنجليزية. طيب نصلح install now. طبعا هذه الاتفاقية حقت ويندوز. اي اكسبت، انا اوافق، بعدين نيكست. لانه ما عندي اي اوبريتنج سيستم، يعني ما ركبها عليه ويندوز، فما راح اقدر اصلح ابجريد، فراح اختار كاستم بعدين نيكست. طبعا انتهى الان الويندوز من التثبيت. راح اصلح اعادة تشغيل الجهاز. الان انتهى الكمبيوتر من تثبيت الاعدادات. طبعا الحين يشتغل الجهاز او الكمبيوتر، قاعد يصلح الاعدادات. طبعا ندخل اسم الكمبيوتر، راح احطه هوم. اسف، اوكي هنا هوم، نيكست، انتر. دنا رقمي، نحط لوكال اكاونت. اليوزر نيم راح نكتب عبد الله اكرم. طبعا هذا اسمي في اليوتيوب. نيكست. الحمد لله اشتغل الكمبيوتر، كل شيء ناجح. طبعا هذا اول ما يبدأ راح يكون زي كذا. في هنا الديسكتوب اللي هو سطح المكتب، الكنترول بانر، الاعدادات، والانترنت اكسبلورر، الانترنت. طبعا الانترنت راح يكون ما رضى يفتح معي. كنترول بانر، اوكي. الاعدادات طبعا شكله اختلف شوي، مو بختلف شوي الا كثير. بالنسبة من ويندوز 7 الى ويندوز 8، لكن في بعض الاشياء الى الان ترجع لشكلها اي 7. مثلا نروح مور سيتنج، راح يرجع لنا شكل ويندوز 7. اتوقع ان هذا راح يعدلونها بعد ما يصدرون الاصدار النهائي. شايفين هذه الاعدادات اكس.
انترنت اكسبلور راح يكون انترنت رقم 10 او الاصدار العاشر. طيب طبعا راح يكون هنا هذا الجو، هذا الابلكيشنز، تويتر، تحت النيوز هنا اتوقع راح يضفون فيسبوك اكيد والاشياء هذه. آه فيها تسوق والالعاب، هذه الارم، منبه، آه النوت، اشياء كثيرة. طبعا من هنا تدخل تشينج اليوزر، تعديل واضافة اليوزر، الاشياء هذه. طبعا هذه هذا الشكل. اذا كانت عندك اي مشكلة في تثبيت ويندوز ارسل لي رسالة او اكتبها في التعليق تحت، وان شاء الله راح اكون معكم نحل اي مشكلة تواجهكم. اتمنى منكم الاشتراك في قناتي واللايك. شكرا على المشاهدة، وان شاء الله نقابلكم في مقاطع وطرق تثبيت اجهزة اخرى، او اذا اي برنامج عندكم تحبوا اني اطرحه